حاجه من الحاجات الاساسيه اللي هتساعدك تتعلم انجليزي بسرعه وهتخليك دايما motivated هي ان انت تسيت جولز او يبقى عندك اهداف. تعال اقول لك ازاي. تحديد هدفك في الانجليزي دايما مهم، لان ده بيساعدك وبيخليك ان انت دايما عايز توصل للحاجه ديت، ودايما الحاجه دي في دماغك وعمرك ما هتنساها، وعمال بتحاول تتعلم وبتحاول في كل اي حاجه صعبه تقابلك. طبعا الهدف او تحديد الهدف هو ان انت يبقى عندك حاجه انت عايز توصل لها، وحاجه عشان توصل لها لازم تتعلم، فطبعا هتبقى الحاجه دي دايما قدامك. فكرتي عن تحديد الهدف هو ان انت اولا تشوف ايه الحاجه اللي انت كويس فيها، وايه الحاجه اللي انت مش كويس فيها قوي او محتاج ان انت تتمرن عليها اكتر. فخلينا مثلا نقول فور اكزامبل ان انت كويس في الكلمات ومش كويس في البرونانسيشن، يعني انت كويس في الفوكابولري ومش كويس في البرونانسيشن. فتبدا تعمل ايه عشان تحل الموضوع دوت؟ هتبدا تاخد مثلا بريك من الحاجه اللي انت كويس فيها وهي الكلمات، وتبدا تشتغل على البرونانسيشن او تديله وقت اكبر من الطبيعي. طيب ازاي انت طور البرونانسيشن بتاعك؟ يعني هتعمل ايه علشان تخليه يتحسن من ما هو عليه دلوقتي لاحسن بعد كده؟ هتبدا طبعا تسجل لنفسك سنتنس وتسمعها وتشوف فين الاخطاء اللي فيها، او ايه الحاجه اللي مخلياك مش قادر يبقى بتتكلم زي النيتيف سبيكرز بالظبط. هتبدا طبعا ان انت تبراكتس على هذا الموضوع كل يوم او كل كام يوم على نفس الحاجه، سواء كانت pronunciation او غيره، وتلاحظ التطوير بتاعك في كل ريكورد بتعمله. يعني انت مثلا عملت ريكورد النهارده لقيت عندك فيه اخطاء، تحاول انت تكرر كل يوم لحد ما تقلل في الاخطاء دي. طبعا هتدي لنفسك سبيس او وقت ان انت مثلا بعد شهر هتقدر ان انت تقول السنتنس ديت وتقراها صح زي مثلا النيتيف، او تكون جمله كلير جدا مفيهاش اي اخطاء. طبعا بعد ما هتخلص البراكتسنج بتاعك هتسجل لنفسك تاني وتشوف الفرق ما بين اول مره انت عملت ريكوردنج وتاني مره انت عملت ريكوردنج. طبعا لازم تلاقي امبروفمنت، لازم تلاقي تحسن لو انت بتبراكتس كل يوم. فهو ده المعنى من كلمه سيت جولز او حط الهدف، ان انت بتدي لنفسك وقت وبعد كده بتقول انا بعد الوقت ده هوصل لايه. وبرده نفس الحاجه ممكن تعملها في الفوكابولري لو انت عندك اي مشكله في الكلمات، ان انت هتحط لنفسك مثلا معدل كلمتين في اليوم لمده شهر، وانت مثلا عايز بعد الشهر ده تكون وصلت لحاجه معينه. وطبعا طريقه كويسه جدا من البراكتسنج ان انت يكون عندك حد نيتيف او بيتكلم كويس تبراكتس معاه طول الوقت. فانت دلوقتي اتعلمت عشان تتطور في حاجه معينه او تتطور في الانجليزي لازم تحط لنفسك جول او هدف، وتبدا تدي لنفسك سبيس او مساحه ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب وتسيب لي كومنت باي حاجه انت اتعلمتها من الفيديو دوت، وتابعنا عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه كلها.